مواهبه، وطبعا شارك في اكثر من 5 مهرجانات، وطبعا في جعبته كثير من الاصوات اللي بيعلق عليها. انتم اختاروا له او هو يعني تعملها السلام عليكم. تعال نبدأ بنشرة أخبار. جميل عازر المقدمة لنا. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين في كل مكان، طابت أوقاتكم بكل خير. هذا جميل عازر يحييكم من قناة الجزيرة والبداية من غزة. معنا السيد مايكل أندرسون من تل الربيع ليطلعنا على صواريخ المقاومة. I want to say بالطبع يريد أن يقول أن كتائب القسام وصلت صواريخها إلى المدى بعيد، وأثرت تأثيرا إيجابيا في وبالإضافة إلى الأنفاق التي ذبحتهم. شكرا للزميل، لسه ما خلصناش. شكرا للزميل. نأتي إلى تامر المسحال ليطلعنا على آخر التطورات في غزة. نعم نعم أجواء صعبة للغاية، رشقات متتالية في الليل والنهار. كانت ليلة قاسية وعدد كبير من الشهداء، ليلة لا تنسى على غزة. وأنا أقف أمامكم في الجانب الآخر بس، وفي الجانب الآخر كان تشتعل النيران، هبت بابور ولع فيهم. المهم فرشقات من الصواريخ كانت ليلة لا تنسى، بالإضافة إلى المصور ولع، المصور يتآكل 1000 طعنة وجرح يا راجل غور. شكرا للزميل تامر المسحال من غزة. والآن مع البيان العسكري للناطق باسم كتائب الشهيد عز الدين القسام أبو عبيدة. يتوعدنا يعلون بالحرب البرية، ولهم نقول: أتتوعدنا بما ننتظر يا ابن اليهودية؟ أما والذي رفع السماء بلا عمد، إن مواقف غزة تنتظركم بالموت الزؤام، وإنه لجهاد نصر أو استشهاد كتائب الشهيد عز الدين القسام. ناصر اللحام. ناصر اللحام من القناة العاشرة هنا من القناة العاشرة. معنا جندي يقول اسمه شلفوح، لا يقول اسمه شلش يقول: أنا لن أعود إلى غزة، إطلاقا. بس ولا لن أعود إلى غزة إطلاقا. ولقد رأينا الموت أمام أعيننا. القسام يطلعنا من تحت الأرض وفوق الأرض، مش ناقص لنا يجينا من الطيارات. سنرجع إلى تل أبيب. وشكرا، ورضا الله ورضا الوالدين. الرئيس الراحل أبو عمار. في قناة لبنانية فالمذيعة استفزته، فايش بيحكي؟ ونريد أن نمد على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. انت بتشككي انه الشعب الفلسطيني بلاش قيادة؟ الشعب الفلسطيني
الشعب الفلسطيني انت مين دشك علينا؟ مين دشك علينا؟ اصحى 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 لشنك شط بعد بالك. أجيت الفقرة الرياضية مع الأخ والزميل نمر المصري، نسيت اسمه. مباراة الكلاسيكو ريال مدريد وبرشلونة حتكون حلوة. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين في كل مكان، طابت أوقاتكم بكل خير. هذا يوسف سيف من موقع التعليق يمسي عليكم. يعني والله مباراة كبيرة تجمع الغريمين ريال مدريد وبرشلونة. يعني والله بدأت المباراة حلوة. يعني والله الزميل معنا رؤوف يحلف. تفضل زميلي رؤوف. بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام، متابعين قنوات كين سبورت، الكلاسيكو العالم، الكلاسيكو الكل يجمع العملاقين الريال مدريد واف سي برشلونه على ارضيه ملعب كامب نو. مباراه عديد والله من عديد. واترككم الان مع يوسف سيف. كرة يعني والله وصلت لميسي يرجعها تشافي لميسي لسواريز القادم الجديد لبرشلونة. والله يعني ممكن الصفقة تكون كبيرة، لكن والله ما عمل شيء. يعني ممكن عرضية حلوة لنيمار خلص، نيمار حطها، ممكن جول. يا سلام يا سلام، جول اول لبرشلونة. يعني والله الحكم يقول اوفسايد. ريال مدريد يبحث عن هدف التعادل. الكرة عند كريستيانو رونالدو، كرة طويلة لجاريث بيل، القطار الويلزي، جاريث بيل شت بالرم والحمراء والمراوغة والوزع والكرة جول هدف التعادل. نعم، عودة ليوسف سيف. مش اوفسايد. لا. محمود بكر، ناتي للمعلق محمود بكر. بركات يعطيها لابو تريكه، ابو تريكه هوبا عرضيه ويمشي. يا سلام خلاص يعني بتضيع دي ابو تريكه. في معلق صيني جديد سمعته، فاللاعب اسمه مش عارف اسمه انا، بس اللاعب كيف دخل الجول؟ تشيوا شكرا كبير. يا كبير. حماد للمهرجين ومحمد العمودي ورفيقه من الجامعة الإسلامية. الآن مع فقرة مميزة.